هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي. معنا النهارده مع فيديو بتاع منيو اكلات الشهر. طبعا المنيو هيكون فيه الاكلات الاقتصاديه والحلو والحادق وكل حاجه هتلاقيها في المنيو بتاعنا بتاع النهارده. انا حاولت ان انا اجمع تقريبا فوق 30 اكله او 30 اكله تقريبا يعني. بصراحه ما عدتهمش، بس هم يعني كذا اكله يعني هتشوفهم معانا يعني وكده، علشان اعمل لكم كده فيديو كامل متكامل بالوصفات بكل حاجه. المهم لو الفيديو عجبكم يعني متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا لي زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو. زي ما قلت لكم، الاكلات اللي بتكون موجوده في الفيديو بتاع النهارده هتكون فيها الاقتصادي وفيها اللي بلحمه وفراخ وكده، بس انا مش مرتبه الترتيب المظبوط للفيديو. ممكن تكون اكلتين فراخ ورا بعض، اكلتين لحمه ورا بعض، او هكذا وهكذا، بس انتوا بقى ظبطوا خدوا الفكره وظبطوا الدنيا بقى براحتكم. معلش يا بنات. انا بس قلت اديكم الفكره، وانتوا زي ما قلت لكم اختاروا الفكره اللي تحبوها وتعملوها، واللي انتوا شايفينها موفره عليكم او ولادكم بيحبوها بتحبوا تعملوها وسهله يعني، لو انت فاهميني اكيد. الفيديو فيه حاجات حلوة جدا 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 يعني. في افكار برضك تنفع للفطار، يعني لو انتوا حابين تعملوها كفطار تمام، لو انتوا حابين تعملوها كغدا تمام، بس انا كانت بالنسبه لي فطار وانا حطيتها لكم في الغدا. ودي هي اول وصفه معانا، كانت بطاطس محمره وكشك فلاحي وبيض اللي هو بيض فطير ده اللي هو اومليت، وبصل ناشف كده في ميه وحبه سكر وشويه خل. ده كان بالنسبه لي يكون فطار، بس عادي انا ممكن ساعات بعمل غدا وبنتغدى بيه. بس هو دلوقتي كميته قليلة عشان هو كان فطار. انت بقى تكتر الكمية حبتين، يعني قد الكمية دي مرتين واعمليها على اساس غدا، بس حطي بقى جنبها شوية جرجير، فجل لو عندك، سلطة كده يعني، اللي هو ايه، ظبط الدنيا اكتر. تاني اكلة معانا زي ما انتم شايفين، مش عارفة ليه ريموت التلفزيون جاي معانا في الاكل هنا. اللي اكيد العيال جابوه يعني كده وانا بعمل اكل. المهم تاني اكلة معانا هو محشي مشكل. سهل كده وخفيف وجميل. انتوا عارفين محشي الفلفل والبدنجان، انا بجيب البدنجان الاسود والابيض واللي هو المخدد، وبجي يعني كل التلاتة دول مع بعض كيلو، وبجيب نص فلفل وبحشيهم بعملهم محشي. ساعات ما بعملش معاهم لحمة وساعات بعمل معاهم لحمة، بس المرات زي ما انتوا شايفين كده يعني عاملة لحمة. بحط اللحمة من تحت في المحشي من تحت، وبعمله بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. محدش ليه دعوة بالكمية اللي انا بحطها، الكمية اللي انا بحطها دي ليا ولعيلتي انا. وده كان اكل اصلا انا وولادي، كان جوزي في الشغل فعملت اكل يعني ليا، وكان لما رجع انا حطيت له اكله. فاهمين؟ فكل واحد بيحط الكمية اللي هو عاوزها. واغلب الاوقات فهتلاقوا للفطار، قصدي الغدا، بتغدى انا وولادي وبفطر انا وولادي برضو، يعني جوزي مش بيكون معانا. وهنا دي تالت اكله معانا زي ما انتم شايفين كده، كشري اسكندراني وبيض وكده. هنا ديت يبقى كده حاجه حلوه. عملت كيكه، دي كيكه عاديه كده بالشوكولاته، خفيفه يعني كده. قلت اعملها لهم كده بحس ان ياكلوها جنب شاي، اي حاجه، اللي هو كيكه الاسبوع. ما كانش ما عملت كانت النيه كيكه بصوص الشوكولاته، بس نسيت اشيل كوبايه صوص من الاول فعملتها كده ساده، وكانت طعمها تحفه بصراحه وجميله. اصلا كده كده احنا بنحب اي كيكه بالشوكولاته، حتى لو فانيليا احنا بنحبها، والولاد بياكلوا اي حاجه، مفيش حاجه بتترمي. دي رابع أكلة، دي رابع أكلة، وأول واحد حلو عدى معانا. فدي الرابع أكلة كانت طعمية برضك. ده كان فطار بالنسبة لي، بس أنا ساعات بجيب عجينة طعمية وبدنجان من ده مخلل، أو أنا بخلله في البيت، وبحمر بطاطس، وبجيب فول بعمل طاجن فول وبنتغدى بيه. أنا بحطها كده يعني عشان هو كفكرة من ضمن الأفكار اللي انتوا ممكن تعملوها للغدا عادي. احنا ساعات بنمشيها كده وبنمشيها كده، يوم فراخ ولحمة، ويوم طعمية وبتنجان وفول، ويوم مسجع كده يعني الموجود تعملوه. فهنا ده كان بدنجان وطعمية. ودي كانت أكلة برضك من ضمن الأكلات بتاعتنا بتاعت النهاردة. عملتها في سندوتش يعني كده عشان اوريكم يعني قد ايه، بس ده بصراحة كان فطار، عشان انا ما اكدبش عليكم عشان الكمية قليلة جدا
فده كان فطار ليا ما كانش غدا. انا لو غدا هعمل كمية اكبر من كده، عشان انتوا عارفين ان الغدا دي وجبة اساسية بناكل فيها اكتر وجبة بناكل فيها. هنا ديتي خامس اكل مش عارفة كام، بعدوا انتوا بقى. ديتي بيتزا بقى متغرقة بالجبنة الموتزاريلا. انا بحب دايما البيتزا اللي بالفراخ، بعشقها احسن من البيتزا اللي باللحم. ودي كانت بيتزا بالفراخ زي ما انتم شايفين كده، متغرقة باللحم بالجبنة الموتزاريلا وكده. وده برضه كان غدا اليوم، سهل وسريع. وطبعا دي الاكلات اللي الولاد بيحبوها، اكتر اكلات الولاد بيحبوها اصلا، اللي هو ممكن يطلبها منك كل يوم. هنا بقى ده رز بالشعرية، وده صينية فراخ في الفرن، بطاطس بالفراخ في الفرن. بس دي زي ما انتم شايفين دي مش فراخ كاملة، دي أجنحة دجاج. كانت عندي، يعني انتوا عارفين احنا لما بنجيب في اول الشهر الفراخ وبنقسمها، انا بكون عاملة اكلة أجنحة دجاج بالرقب بتاعته كده، وبعملها كده كصينية بطاطس في الفرن، بتبقى تحفة وكمان بتوفر علينا فلوس وكده جميلة. عملت جنبها كده حبة سلطة، يبقى كده صينية بطاطس بالفراخ ورز بالشعرية وسلطة وغدا تحفة ومشبع، ويعتبر غير مكلف علشان انا عملته بأجنحة دجاج، او بالأجنحة اللي هو الهياكل بتاعة الدجاج، اللي هو الجناح والرقبة بتاع الدجاج او الفراخ. تمام، عشان محدش يتريق عليا وانا بقول دجاج. يلا لو شاطرين قولولنا دي الاكل الكام. بس كده يعتبر البطاطس والسلطة تقريبا الأكلة رقم 6 على ما أعتقد. المهم كده خلصنا كده الأكلة دي، هنخش بقى على الأكلة اللي بعدها. يعتبر أكلة اقتصادية، هنعمل بطاطس محمرة وكشك برضو ومكرونة بالطماطم وبدنجان مخلل ومقطعة طماطم وخيار وعيش طازة. ودي كانت، ده أكيد بص بقى الكمية كبيرة، فده كان غدا فاهمين، فعشان كده مكترة الكمية زي ما انتوا شايفين كده، عشان ده كان غدا. والاكله اللي بعد كده زي ما انتم شايفين رز بالشعريه وكفتة رز وفراخ محمرة. بس الرز بالشعرية زي ما انتم شايفين شكلها لا يسر عدو ولا حبيب، علشان هي انا رحت اتجننت في دماغي وقلت هعملها بره، والمفروض كنت عملتها في البيت، وبعملها في البيت احلى من كده بكتير. عملت جنبها فراخ محمرة علشان يعني ايه تداري على اللي حصل في الكفتة. تاني يوم اتبقى مننا طبق كفتة، طبعا مش هنرميه حرام. عملت جنبيه شوربة ملوخية وعيش بقى وخلاص كده. اكله بعيش اقتصاديه غير مكلفه وسريعه جدا، يعني انا ما كملتش 5 ثواني وانا بعمل الملوخيه وسخنت بس طبق الكفته وخلاص كده. والعيش طبعا كنت لسه جايباه، ما كنتش يعني، كان في نفس اليوم ده جبته من المخبز، فكان عيش طازه يعتبر. وبرضك ديت يعني زي ما قلت لكم احنا بنعمل كده عشان ناخد من بعض افكار للغدا، علشان احنا كل يوم بنكون جايين مش عارفين نعمل اكل ايه النهارده، نتغدى ايه بكره، هنتغدى ايه وهكذا. فانا دايما اصلا لما بعوز اصلا اخد فكره او هشوف اعمل ايه غدا، بخش على القناه بتاعتي زي كده وبشوف هنعمل ايه غدا، واخد منها فكره او اي حاجه هتغدى ايه النهارده او هتغدى ايه بكره. تالت مش عارفه كام رقم كام دي معانا. كشري مصري. عملت كده الدجة زي ما انتوا شايفين، وعامله الكشري العين بتاكل قبل البج. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا لما ما بكونش مستعجله ان انا اطلع الاكل شكله حلو، لكن لما بكون مستعجله بحط اي حاجه على اي حاجه وخلاص. بس طبعا احنا زي ما انتوا عارفين ان العين بتاكل قبل البج، فلازم نظبط الاكل قبل ما نطلعه. فانا النهارده زي ما انتوا شايفين كده في الاكله دي كنت مظبطه الاكل، معظم الاكل هتلاقوه مظبط، وفي كتير اكلات انا مكروتاها. المهم عملت برضك الصلصه، وعملت الدجه، وعملت الشطه اللي بيحب شطه. وهنا بقى كده بحط البصل اللي احنا منشفينه ومحمرينه مع بعض كده على الوش. طبعا مفيش اسهل من الاكل زي كده، دي معروفه اصلا. ما تنسوش تكتبوا لي ايه اكتر اكله عجبتكم في الكومنتات، وايه اكتر اكله حسيتوا ان هي اقتصاديه واللي هو اول ما شفتها كده انا هقوم اعملها، انا نفسي فيها فاهمين. برضك ساعات احنا لما بنسمع فيديوهات زي كده بنبقى اللي هو ايه يا ابويا انا نفسي في الاكله دي، واقوم بسرعه ان انا اعملها عشان انا نفسي فيها. وانا بصراحه دلوقتي اهو زي وانا بسجل معاكم الفيديو حسيت ان اكله الكشري دي وحشتني وعايزه اعملها. الاكله اللي بعد كده هعمل ممبار زي ما انتوا تشوفوا كده، ممبار محمر وشوربه ممبار وملوخيه. الاكله دي يعتبر اقتصاديه على فكره. انت لو جبتي مثلا نص كيلو ممبار ب100 جنيه او على حسب باقي المكان اللي انت فيه، وحشيتي رز وعملت جنبيهم شويه ملوخيه، وعملت جنبيهم شوية شوربة اللي هي الشوربة بتاعة الممبار دي،
خلاص كده اكله تحفه ومغذيه، ويعتبر بالنسبه لي انا كأن زي فراخ ولحمه. انا بالنسبه لي كده بحبها جدا وولادي بيحبوها الحمد لله وجوزي، ويعتبر اكله اقتصاديه وجميله يعني. بالهنا والشفا يعني للي كانت من الاكلات المفضله. وده الكميه دي كانت ليا انا وولادي بس، ماشي، عشان نبقى عارفين معظم الاكل انا بتغدى انا وولادي بس. الاكل اللي بعد كده يعتبر زي اكلات المطاعم. كنت عامله كفته وعامله سلطه وحشيت الكفته في السندوتشات زي ما انتم شايفين كده. و السندوتشات ديت انا اللي عاملاها في البيت، والكفته كنت برضك يعني كل حاجه انا اللي عاملاها في البيت اليوم ده. قلت ادلعهم كده اكلات من اكلات المطاعم. كنت بعمل سندوتش ازاي؟ بحط كفته وبعد كده بحط شويه سلطه وخلاص، ودي الكميه اللي طلعت معايا وكلنا واتبقى مننا. وكان كمان اليوم ده هواتي جوزي كان قاعد في البيت وكان معانا من نفس الاكل ده هواتي، والكميه ربنا كان حاطط فيها بركه يعني وكده. وكان كل كنا منها وفضت يعني. بحاول عشان في ناس بيقعدوا يقولوا هي دي الكميه اللي انت عاملاها كميه قليله وهكذا، فاهمين؟ انت عارفين بقى الكومنتات السلبيه دي. بس برضك زي ما في كومنتات سلبيه في كومنتات ايجابيه جدا 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 وحلوه وبتفرح وبتفتح النفس على الواحد يعمل فيديوهات اكتر واكتر. المره اللي فاتت كان كيكه ان هي نعمل لها صوص شوكولاته، المره دي حطينا صوص الشوكولاته وكانت كيكه تحفه، كانت طريه كده. كان صوص الشوكولاته خفيف يعني، الكاكاو اللي كان عندي ما كانش كتير، فكان اللبن اكتر من الشوكولاته نفسها، فكان طعمها تحفه تحفه تحفه، بحيث ان كانك انت ساقيها لبن وكانك بتاكلي شوكولاته كده بلبن، اللي اسمها براونز اللي بيقولوا عليها براونز وكده. كان طعمها جميل. والاكله دي برضك زي ما انتم شايفين كده دلع كده برضك، اكله دلع اخر الدلع كله. كنت عامله مكرونه بالبشاميل وعامله بانيه وعامله سلطه كول سلو بس من الكرنب الاحمر وعصير مانجا. بصراحه اليوم ده برضك ما كانش غدا يعني ليا ولا عائلتي، بس كنت اخت جوزي جايه عندنا وكده، فكان مزوده الكميه يعني. بصراحه يعني انا وعيالي مش هناكل كل الكميه دي ولا كل كميه البانيه دي يعني، بس كانت اكله حلوه وجميله ولذيذه وطعمها تحفه. وبالذات لما كانت في لمه والحبايب موجودين معانا كده وبناكل مع بعض، نفسنا بتتفتح على الاكل وبناكل كتير بقى، والله بنبقى عايزين اللي هو ناكل كتير وبنبقى مبسوطين قوي. بيكون طعم الاكل مختلف كده وليه طعم تاني، حتى لو انت اللي بتعمليه كل مره، بس المره دي بتكون ليها طعم تاني خالص. طبعا انا حاطه اطباق عشان كل واحد هياخد في طبق لوحده، ويعني هقطع واحط لكل واحد في طبق لوحده. بس كده شكل الاكل بتاعنا كان شكله تحفه. نعمل بقى حاجه حلوه ديتي بقى بسبوسه، حاجه حلوه بتاعه الاسبوع يعني وكده. سهله وسريعه. احنا عارفين يعني ان البسبوسه يعتبر بردك من الحلويات الاقتصاديه في نفس الوقت حلوه وجميله، وبتسهل علينا وقت، بتتعمل بسرعه يعني مش بتاخد وقت معانا. وفي نفس الوقت انا عائلتي من محبي البسبوسه، وكنا دينا كتير ما عملناهش، فقلت اعمل الحلو بتاع الاسبوع يعني كده بسبوسه. وفي نفس الوقت كنت تعبانه فعايزه اعمل حاجه سريعه عشان ايه ما نقطعهاش عاده، او يعني لازم اعملهم كل اسبوع حاجه حلوه. يعني لو ما فيش فاكهه بنعمل حاجه حلوه، فاهمين كده؟ يعني مش بيكون في فاكهه في البيت بنعمل حاجه حلوه بحيث ان العيال يعني تاكل مره فاكهه مره حاجه حلوه وهكذا. والاكله اللي بعد كده زي ما انتم شايفين فطير مشلتت. انا عملت الفطير كذا مره على القناه، اللي عاوز يخش على القناه ويشوف الطريقه يخش هيلاقي الطريقه موجوده بكذا فيديو انا عامله فيه الفطير المشلتت بكل التفاصيل. وزي ما انتم شايفين كده مورب وطعمه وشكله تحفه. اصلا هو كيلو دقيق وشويه سمنه عندك هتعملي بيها فطيره كبيره زي دي، وهتلاقي بتجيبي علبه جبنه وشويه عسل، ودي اكله اقتصاديه وتحفه وجميله، واصلا من العيال بيحبوها. وتغيير كده في وسط الاسبوع او في وسط الشهر هتحبوها جدا. واللي حابب يتعلم حاجه هيعرف يتعلمها ويعرف يعملها. ما تقعديش تقولي انا ما بعرفش اعمل معجنات، ما بعرفش اعمل فطير وانا مش عارفه الكلام ده. لا عادي، احنا كلنا بنتعلم. انا والله العظيم عمري ما عملته الا بعد ما اتجوزت، فاهمين؟ اللي هو انا بتعلم اللي هو ايه كده يعني، فاهمين؟ بعد كده الاكله اللي بعد كده برضو اكله اقتصاديه برضك كده في وسط الشهر. انا زي ما قلت لكم انا مش مرتبه الفيديو قوي، فاهمين؟ مش مرتبه اكله لحمه بعدها اكله فراخ وهكذا. انت بقى ظبطي، انا بعمل الشهر يوم كده ويوم كده، انت بقى ظبطي بقى الاكل اللي عندك. هنا بقى عامله فاصوليا او مش عارفه ايه اللي هي معين صودا، تمام. وعملت كده جنبيها رز حبه وحبه،
وطبق مخلل وطبق سلطة، بس طبق السلطة كان مشطشط فانا اكلته لوحدي، وعصير مانجا زي ما انتم شايفين كده، واكلة اقتصادية عدت يوم واكلنا وشبعنا، وكان طعمها تحفة 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 وجميلة. بس زي ما قلت لكم انا اكلت السلطة لوحدي كلها عشان كنت قطعت فيها شطة، وانا ولادي وجوزي يعتبر ما بيحبوش الشطة خالص في السلطة. انت بقى لو عائلتك زي عائلتي كده ما بتحبش الشطة ما تحطيش شطة، انصحك يعني بدل ما تاكلي السلطة كلها لوحدك. الاكلة اللي بعد كده برضو زي ما انتم شايفين اكلة اقتصادية، ديتي بصورة من عشاقي، يعني انا من بعشقها، انا من عشاق البصورة بحبها جدا. وطبق مخلل وبدنجان مخلل برضه كان عندي متبقي من الفطار حطيته جنب البصورة، وشوية عيش، واكلة في منتهى الجمال. وقولوا كده مين من محبي البصورة زيي، عشان في ناس برضك ما بتحبش تاكل البصورة، بس دي تحفة تحفة جدا، والحمد لله يعني عائلتي بتحبها وبيحبوا ياكلوها. وديتي كانت اكله كمان زي ما انتم شايفين كده. دي بقى كده كانت اللي فاتت اكله اقتصاديه، يعتبر 3 اكلات اقتصاديين ورا بعض. ديتي بقى ربع اكله، ناكل بقى فراخ بقى وحاجات من دي، ادينا كتير ما اكلناش فراخ. فحمرت فراخ وعملت كشك كده واتي فلاحي، وعملت رز حبه وحبه، وعملت عصير مانجا جنب الاكل. وزي ما قلت لكم كده واتي يعتبر دي اكله مكلفه حبه عشان فيها فراخ، او مش غير مكلفه والله، يعني نص نص، يعني هي دي مش فرخه كامله، دي نص فرخه على قدي انا والولاد وابو الولاد يعني وكده. فكانت يعتبر اكله تمام كده حلو. وبس كده نشوف بقى الاكله اللي بعديها. ده كانت من الكشك ده، يعتبر ماما هي اللي بعتهولي من البلد، فانا ما جبتش حاجه من البيت الا الرز والفراخ، وكانت عندي المنجا انا مخزنيها. هتلاقوني انا بقول لكم رز كتير رز كتير، عشان احنا اكله بتحب الرز، عائله بتحب الرز اكتر من المكرونات، فهتلاقوني ان انا بعمل كميه رز اكتر من كميه المكرونه في الاكل اللي احنا بناكله. هنا دي ميه سلطه، وهنا ده طبيخ فاصوليا، ايوه طلع فاصوليا دي ايوه دي فاصوليا خضراء، ورز بالشعريه ولحمه في الطبيخ، يعني اللي هو الاكل الطبيخ المصري المشهور ده. وهنا اتبقى طبق طبعا من الفاصوليا، كنت سالقه جنبها كده كام حته فرخه، وعملت جنبهم طبق ملوخيه، وجنبيهم بدنجان مخلل برضه كان متبقي في الفطار حطيته جنب الاكل. حمرت بقى كده طبق مكرونه، وكانت شويه ميه سلطه برضه اتبقوا من الفطار، وبرضه كده اكله حلوه يعتبر من باقي الاكل اللي قبله. وفراخ كانت يعني كام حته فراخ كده بسيطه، يعني عملتها جنب الاكل، وبرضك اكله حلوه جميله تحفه، ويعتبر نص نص في التكلفه. اليوم ده زي ما انتم شايفين كده الولاد كانوا نايمين، فحطيت اكل ليا انا لوحدي، سلطه وملوخيه ورز عادي اللي هو حبه وحبه، وورك فرخه زي ما انتم شايفين، وشويه عصير مانجا. وده كان الاكل بالنسبه لي احلى اكل اكلته لوحدي، علشان هاكل من غير ما اكل حد معايا، اللي هو باكل انا لقمه وادي ده لقمه وادي ده لقمه، اللي هو مش باكل نفسي بس باكل نفرين تاني معايا، فاهمين؟ فديتي كده بالنسبه لي احلى حاجه. نروح بقى على الاكله اللي بعد كده. مش عارفه ليه انا حاسه اول ما ابتديت اقول لكم ان احنا عائله مش من محبين المكرونه ابتدت تنزل علينا تك 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 كده ورا بعضها. المهم عملنا مكرونه محمره زي ما انتم شايفين كده، وطبيخ كوسه باللحمه المفرومه، وكمان انا بفتكر معاكم الاكل تقريبا طبق ملوخيه، ايوه ملوخيه، وكانت برضك يعتبر اكل بعيش، وكانت طعمها حلوه وجميله برضك، ويعتبر غير مكلفه، بمعلقتين لحمه مفرومه هتعمليهم مع طبق الكوسه وتاكليه، كان طعمه جميل والله، كان طعمه تحفه. ودي الاكله اللي بعد كده زي ما انتم شايفين، ده رز بالكبد والجوانص بتاعه الفراخ، وجنبيهم ملوخيه خضراء وعصير. هحط طبعا زي ما انتم شايفين عصير مانجا، احنا مكترين من عصير المانجا ليه الفتره دي علشان ده موسم المانجا زي ما انتم عارفين، فعلى طول احنا بنحاول ان احنا نشبع منها في الموسم بتاعها، فبعمل كميات كتير عصير مانجا، ف احنا اصلا كل الناس او يعتبر الشعب المصري كله بيحب المانجا اصلا، فاهمين؟ فبحب ان انا اعملها جنب الاكل. وادي كده الاكل بتاعنا برضك اكل جميل، ما عملتش فراخ، انا عملت الكبد والجونس في الرز، فدي يعتبر اكله برضك اقتصاديه. هنا عملت محشي، ودي البطه بتاعه المحشي بتاعتنا، ما حدش ايوه هي دي البطه بتاعه المحشي بتاعتنا، انا ما نزلتش حاله المحشي كلها على فكره، انا نزلت يعتبر نصها وخليت نصها ماشي.
انا ما عملتش ولا فراخ ولا اي حاجه خالص جنبيها. انا عملت هي بس طبق المحشي ده الكرنب بس، وهعمل جنبيه بردك طبق ملوخيه، وهحط جنبيهم عيش، وبردك اكله اقتصاديه غير مكلفه بردك. لما بنكون في اخر الشهر بنبقى عايزين ان احنا نظبط نفسينا في الاكل، في الاكلات الاقتصاديه علشان توفر علينا في الفلوس. احنا بنبقى اصلا خلاص شطبنا في اخر الشهر. انا على ما اعتقد ان هم اكتر من 30 اكله والله. دي هياتي كانت زي نفس الاكله بتاعتها اول مره، بس دي هتبقى مختلفه. هنا جبنه بالطماطم وطعميه انا اللي عاملاها في البيت، وبطاطس حاطين عليها توابل البطاطس فكان طعمها تحفه. وزي ما قلت لكم بدنجان مخلل وبيض اومليت وسلطه بقى فلفل الوان وخيار وطماطم. فدي هتبقى بص دي كميه كبيره اهو. فدي كانت دي غدا بقى، فاهمين بقى. انا زي ما قلت لكم يعني انا بقى ساعات بعملها غدا ساعات بعملها فطور. فدي كانت غدا. الاكله اللي بعد كده دي كبده اللي هي بتاع البقر او الجاموس، وعصير ليمون بالنعناع وشويه مخلل وعيش، وبنعمل سندوتشات. لو انت عندك جرجير حطي، لو ما عندكش زييه كده ما كانش عندي فعادي يعني. عملت الكبده وجنبها شويه مخلل وجنبها شويه ليمون بالنعناع وشويه عيش، وحلوه جدا 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 وتحفه. واهم حاجه وانت بتعمل الكبده يكون الدهن اللي انت شايفينه في الطبق ده كتير كده، عشان الاكله دي ما بتتعملش لو هي فيها دهن كتير. الاكله اللي بعد كده غير مكلفه واقتصاديه. عملت مسجعه وحطيت ده كان طبق مكرونه سباكيتي لسه هتيجي قدام، بس ده كان متبقي يعني. وقطعت خيار وحطيت، انا بحب اكل العنب في جنب المسجعه، بحب اكل العنب جنب المسجعه محدش يتريق عليا، وعيش. وكانت بيرفكت. الاكله دي اصلا من محبينها، احنا بنحبها جدا وكانت حلوه. اهو بقى المكرونه اللي انا بقولك عليها، المكرونه الاسباجيتي اللي كان متفضل منها طبق في الاكله اللي فاتت. ديت كانت مكرونه سباجيتي بردك بالكبد والجوانس واكله بردك من العيال اللي بتحبها جدا يعني. الاكله ديت من الاكلات المفضله عند العيال، وكانت اكله تحفه. طبعا عملت جنبها زي ما انتم شفتوا كده خضار وكده. هنا بقى اكله مكرونه وشوربه ولحمه مسلوقه وطبق فاصوليا وطبق ملوخيه. ودي يعتبر اخر اكله معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو. بحبكم جدا والله، وكل حد بيكتب لي كومنت حلو بشكره من كل قلبي علشان بيفرحني جدا جدا بالكومنتات بتاعته. معلش على لو كان في اي صوت في الفيديو انا بسجل، علشان بردك العيال مشغلينهم كرتون.